عمرك حسيت انك محاصر بخوفك؟ كل خطوة حاسس انها ممكن تفشل. النهاردة هنتكلم عن الخوف اللي بيوقفنا، مش الخوف العادي، ده الخوف اللي بيخنق طموحنا ويحرمنا من احلامنا. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نحول الخوف ده لشجاعة، خطوة بخطوة، من غير ما نضيع حياتنا في القلق. الخوف الطبيعي موجود في حياتنا، بس الخطر الحقيقي لما الخوف يتحول لعائق. ساعات بنسيب الخوف يحكمنا، بتأخر عن شغفك، تخاف تبدأ، بتحلم بحاجة كبيرة، تخاف تفشل. مثلا كان شاب عايز يبدأ مشروع صغير، كل يوم يجلد نفسه بالكلام مش هينجح، هيتكسر، لحد ما قرر يبدأ خطوة صغيرة. بعد سنة مشروعه نجح. وبنت بتحب الكتابة كانت خايفة تعرض شغلها على الناس، لكن لما شاركت نص صغير على الانترنت لقى إعجاب وتشجيع، ده خلاها تستمر. أغلب خوفنا مش من الفشل نفسه، لكن من الحكم على نفسنا ومقارنة بالآخرين. احنا بنخاف من الشعور بالإحراج أو الندم، من هنا خوف بيكبر ويوقفنا. زي كان واحد عايز يدرس حاجة جديدة، كل يوم يقول مين أنا علشان أبدأ دلوقتي، لكن لما قرر يجرب اكتشف شغفه الحقيقي وبدأ يحقق إنجازات. ازاي نحول الخوف لشجاعة؟ خطوة صغيرة كل يوم، حتى لو مجرد 5 دقايق بس، التركيز على العملية مش النتيجة النهائية. قول لنفسك هحاول ومهما حصل هتعلم حاجة. زي مثلا شخص كان خايف يقدم على وظيفة جديدة، كتب خطة صغيرة لكل يوم، كل خطوة بسيطة كانت بتبني ثقته. دلوقتي الوظيفة معاه. لو كنت حاسس اليوم ان الخوف عايز يسيطر عليك، افتكر انك مش لوحدك، كلنا بنخاف، كلنا بنقف، بس الفرق بين الناس اللي نجحوا واللي واقفين هو انهم قرروا يتحركوا رغم خوفهم. ايه اكبر خوف كان بيوقفك عن اي خطوة في حياتك؟ شاركونا في التعليقات، مش بس عشان نحكي، بس عشان نعرف اننا مش لوحدنا. لو الكلام ده لمسك اشترك في القناة وفعل الجرس، لان اللي جاي من سلسلة وجع صامت اكتر صدق وتأثير. اكتر حاجة لازم تعرفوها، الخوف مش عدوك، العدو الحقيقي هو الخوف اللي يخليك توقف عند المحاولة. خطوة صغيرة، قرار صغير، تحرك بسيط ممكن يغير حياتك. انت مش لوحدك، وده كفاية عشان تبدأ دلوقتي.